السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الملوخية الخضراء، تعالي نعمل مع بعض طبق ملوخية وأقولك على 6 نقط مهمين تخلي بالك منهم خطوة بخطوة، من أول إيه نوع الملوخية اللي نشتريها وإزاي نغسلها والطشة الحلوة بتاعتنا، وهقولك كمان إزاي نقدمها. بس تعالي بسرعة نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنشتري الملوخيه اللي ورقتها خضره وتكون عريضه وخشنه، ما نشتريش اللي ورقتها صغيره. وهنقطع الجذور عن العيدان ونحطها في حوض. ليه بقى في الحوض؟ عشان تبقى تتغسل تحت ميه جاريه كتير. هنعمل الموضوع ده كذا مره، 2 3 4 لحد ما الاقي الميه اللي نازله منها بتبقى صافيه ورايقه ونظيفه. يعني هغسل الملوخيه بالعيدان، مش هقطفها الاول، ودي اول تركه عندنا ان احنا نغسلها بالعيدان. تاني حاجه هجيب طبق يكون مرتفع شوية ونحطه على صينية ونرص فيه الملوخية تكون واقفة كأنك بترتبي فازة بالظبط. حاولي تفرديها كده بعيد عن بعضها، هتلاقي ان المية بتاعتها بتنشف أسرع لأنها بتكون في مساحة أكبر. وكمان المية هتلاقيها قليلة قوي اللي نازلة على الصينية، وده معناه ان هي بتنشف أسرع. طيب بعد كده هنسيبها تنشف. خلاص بعد ما نشفت هنقطفها ونخرطها ونعملها على طول، عشان لو سبناها شوية بتتفاعل مع الأكسجين وتتأكسد وتفقد جزء من قيمتها الغذائية. طيب حلة بقى على النار فيها شوربة حلوة ونحطها، بنخليها تغلي. ما عندكيش شوربة ممكن مية وتحطي فيها البهارات الحلوة اللي انت بتحبيها وتخليها برضو تغلي. خرطنا بقى الملوخية وتكون خشنة شوية الملوخية، اوعي تخرطيها لحد ما تبقى معصورة وناعمة. في الحالة دي بقى بعد ما الشوربة بتغلي، ودي تركة مهمة جدا، ان الملوخية بتستوي على البخار مش على النار. بنطفي البوتاجاز وبعدين نضيف الملوخية. اوعي تضيف الملوخية والنار شغالة، لازم تكون النار انطفت. بعدها بنقلبها تقليب خفيف، ممكن بمضرب لو هي مكلكعة معاكي، او ممكن كده على حرف الحلة بتجيب الحتة المكلكعة وبتعمليها وتركيني كده الملوخية دي على جنب. بعدين بنجيب طاسة عشان نعمل الطشة، نحط فيها معلقتين سمنة حلوين كده، اللي عاملين دايت يركنوا على جنب لو سمحتوا، احنا بنعمل ملوخية. وهنحط فيها شوية توم مفروم شوية حلوين كده، بتاع مثلا 10 فصوص توم، وهنشوحهم من غير كزبرة. ودي برضو نقطة مهمة، ما تحطيش الكزبرة مع التوم، لان الكزبرة بتخليكي تديكي احساس ان التوم احمر بسرعة وبيكون لسه التوم ني. هنقلبه كده بسرعة والنار عالية او متوسطة لو خايفة ان التوم يتحرق معاكي. لما يبدأ يحمر هنضيف معلقتين كزبرة حلوين، كزبرة ناشفة. خلي بالك ان التوم ما يتحرقش، لانه لو اتحرق بيمرر الحاجة وبيبقى طعمه وحش فبنرميه ونعمل غيره. دلوقتي بقى خلاص التوم اهو بدأ يحمر وبدأ الريحة تبقى جميلة، شمها معايا الريحة تحفة. بنطفي عليه ونطشه على طول على الملوخية. التوم اللي يتحط على الملوخية مش الملوخية على التوم. وبعدها بقى هتدوقي احلى طبق ملوخية باحلى طشة واحلى ريحة واللون اخضر اصلي جميل. دلوقتي كده الملوخية جاهزة معاكي. هنحط فيها بس مع نص معلقة سكر صغيرة، ودي لان الملوخية ساعات بتعمل حموضة شوية وبتأثر على القولون، فالسكر بيمنع النقطة دي. كمان هنحط معاها فص توم واحد ني، ده بيدي بقى سكارة للملوخية ما اقولكيش، جربيها وانتي هتعرفي. دلوقتي اول ما خلصنا هنغرف الملوخية على طول. برضو بعد ما نخرطها بنعملها على طول، وبعد ما بنعملها بنغرفها على طول. الملوخية ما بتتسابش يا جماعة عشان ما تسمرش معانا وتتأكسد. دلوقتي الملوخية كلها خضرة وجميلة وتاكليها على طول. ولو فاض منك حاجة برضو على التلاجة على طول. وألف هنا على قلبكم.